لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. باش تلعب نظن بلي دخول راموس بلي خلى المنتخب المغربي يلعب بكل ثقه، يلعب بلا كونفيونس لي حتى في بعض الحالات شفنا ادروات ولا غوش لا ديفونس يلعبوا ان دو. ما راهمش رايحين يروحوا في عطله المدرب ورونالدو، ما نظنش. عمار شوفوا المدرب. لا حتى رونالدو استسمحك فقط عمار، استسمحك فقط حسين مترف، وسأترك لك المجال للحديث. حتى رونالدو لما تشوفه في بعض المباريات لما كان يخرج ولا يبقى كاحتياطي، تشوف رونالدو كأنه مدرب ثاني فوق أرضية الماء، فوق خط التماس، يقوم يشجع زملائه. لكن في مباراة المنتخب السويسري وفي مباراة الأمس حسين مترف وفي مباراة اليوم عفوا، تحسه بارد رونالدو، جالس في كرسي الاحتياط، وفقط بعد الهدف كاين صورة لردة فعله بعد هدف نصيري، نصيري. رونالدو كان هايلي، رونالدو مثل ما يقال بالعامية كان بارد تماما في كرسي الاحتياط. طبيعة الحال تحس فيه شرخ بينه وبين بقية الفريق. طريقة تعامل المدرب هو اللي خلت رونالدو يكون بهذه الصفة. واش راح يدير هنا؟ يعني رونالدو راهو يحس باللي بإدارة الظهر ماشي خيانة، ماشي خيانة، المؤامرة. لا ليس شوف خيانة ولا مؤامرة، سميها كيما تحب، حنا نتكلموا على كرة القدم. نعم. بداتوا في الكلوب تاعو، بداتوا مع المدرب تاعو تاع مانشستر يونايتد، صراو له مشاكل، جا للمنتخب البرتغالي في المباراة الأولى كان يعني لعب يعني سجل ضربة جزاء. نشوفوا بلي رونالدو في المباراة هذيك اللي دخل يعني فيها في الدكة كان قادر يلعب رونالدو دون واحد ولا زوج. رونالدو من بين احسن لاعبين، وانت كي تقول رونالدو يلعب لازم تكون منظومه من وراءه. انا واش نتكلم لك على المدرب من ناحيه اختيار اللاعبين. انا واش نشوف، انا من جهتي واش نشوف ميدو، نشوف باللي المدرب المنتخب البرتغالي لاعب كيما لياو انا نلعبو دونطري، لاعب ميلون اسي، لاعب كيما فيتينيا انا نلعبو دونطري في وسط الميدان، ولاعب كيما كونسيلو نلعبو دونطري في لا ديفونس سور لي كوتي ادروات، ولا وين يحس روحه هو الاس. لاعب مانشستر سيتي من بين احسن لاعبين الاظهره في العالم، نلعبو يلعب هادو ثلاث لاعبين. انا ما فهمتش كيفاش يدخلهم في الشوط الثاني، ولا عندهم دي بليسير ولا عندهم انافي ميديكال، قال هذا يقدر يلعب 10 دقائق، قال هذا يقدر يلعب 20 مينوت. انا ما شيتش اللي يكونوا في ال 16 ولا في ال 18 لازم يكونوا جاهزين 100%. نعرف انا في كرة القدم مستوى العالي ما كاش في كاس العالم هذه نعرف انا في كرة القدم مستوى العالي ما كاش في كاس العالم هذه حتى قبلها يجلسوا في كرسي الاحتياط 23 يعني في لافاي دو ماتش وقت المباراة 23 اسم. يعطيك الصحة. لاعب يكون يعني الكل معني بالمشاركة. لاعب يكون جاهز 100% راهو في التشكيلة، ما راهوش جاهز ما يكونش جاهز. انا كي نشوف هاد ثلاث لاعبين دخلوا في الشوط الثاني شيء غير مفهوم. حتى برناردو سيلفا طريقة توظيفه في الخطة تاع المدرب جرح ايمن، ماشي لي فورس تاعو. برناردو سيلفا يقدر يلعب لك مور لاتاكون، يلعب لك على الكوتي تاعو. برناردو سيلفا انت تهضر على تتحدث عن برونو فيرنانديز. لا برونو فيرنانديز لاعب مميز، لكن دخل في متاهات، يعني في متاهات كان قادر يتفاداها. وما ننساش مزيان، ما نسيتش هذه بيبي نرفع له القبعه، بيبي نرفع له القبعه من واحد الجهه. بيبي في عمره 39 سنه، لاعب اسطوري، لاعب فاز بكلش. كي جا رونالدو نحى الكابيتان عطاها له. انا نحب يا خويا هذه الاشياء، انا يا شغل عباك الحمي شوك خاطر عباك. وعلاش الاحترام عباك يطلعك. بيبي في عمره 39 سنه كبير على كريستيانو رونالدو، يقدر ما يروحش يمد له الشاره تاع القياده، راح مدها له. نشوفوا باللي برينو فيرنانديز يلعب في مانشستر يونايتد ما يلعب على والو. مانشستر راهو كايها الفرق، راهو شغل واتفورد راهو هكاك. كابيتان ديكيب تعطيها انت رونالدو كبير عليك، كي يكون في التيران رونالدو انت تعطي له هو ما دارش هذا الجاست. ودوك لي اسباب دوك الله اعلم، انا مانيش في وسطهم. لكن المنتخب البرتغالي منتخب عنده لاعبين، عنده تعداد. نشوفوا إرادة المنتخب المغربي وحب يعني هذاك الشيء اللي صنع منهم هذا المجد، وصنع منهم هذه تأهلوا للنصف الثاني. يعني هذه أبك الإرادة هي اللي تعمل كل شيء. باش تشوف المباراة اللي لعبوها المنتخب المغربي ضد المنتخب الإسباني 120 دقيقة وهما يجري وهما يجاهدوا،
ويزيد يعاود يدير لك مباراة من الناحية البدنية. المنتخب المغربي منتخب جد جاهز من ناحية التوظيف اللاعبين، ركراكي علامة 100 كما نقولوا علامة 100%. من ناحية التغييرات الكوتشينج أيضا دار كوتشينج ولا في الأحلام، يعني هذاك هو الكوتشينج اللي يسحقوا اللاعب. نشوفوا بلي غير من طريقة اللعب تاع المنتخب المغربي بذكاء وقاعد يلعب بنفس الطريقة، ما ولاش اللور. صح هو دار شونجمون، خرج املاح دخل واحد في الميليو حتى تغييراته نقص واحد في الميليو. دفاعيه محضه، لا دفاعيه، لكن بحيله وعنده سبب. ما قعدش في الدفاع، هو دار تغييرات دفاعيه امام دوني، لكن كمل يلعب بنفس الطريقه. لا كان الطريقه كانت نفسها، لكن تغييراته حكيمي لما تشوف الاسماء اللي دخلت هنايا استسمحك فقط. تفضل مترف تفضل. بدر بانون دخل في محور الدفاع، يحيى جبران دخل في محور الدفاع، وايضا اشرف داري دخل في محور الدفاع. يحيى جبران اشرف داري مكان رومان سايس، مفهوم تغيير منصب بمنصب. بدر بانون دخل مكان يوسف نصيري اللي تدعي محور الدفاع بعد دخول كريستيانو رونالدو، لانه اصبح يلعب بغونزالو راموس وكريستيانو رونالدو. وجبران يحيى جبران دخل مكان سفيان بوفال اللي هو اصلا جناح، لذلك تغييراته كانت دفاعيه. فقط سأعود اليك للحديث لانه وقت الحصه مازال عمر نروحوا للتغييرات. وليد الركراكي، اريد ان اسالك حول لاعب، ماذا يرى وليد الركراكي في وليد شديرة ربما ما عدا تشابه الاسماء بينهم؟ لا شوف، هو جوار اللي يقلق بزاف لا ديفونس، سي فري. بالك وخرج بالبطاقه الحمراء كانت نورمالمون كان يقدر يتفاداها، ولكن صح الحكم كان قاسي عمار. صح في الاكسيون، صح في الاكسيون. هو ما حطش الاخر، حط الانتيريور دي بي تاعو كان قادر. البطاقه الحمراء لا البطاقه الصفراء الثانيه. وداريج لا مش هكذاك. شوف وداريج مباشره فوق قدم. علاش عمار يقول لك لازم لاعب قادم يكون في الفار؟ ما راحش برجلو هكذا، راح بلانتيريور. عاود شوف راح بلانتيريور دي بي، كان ما ياخذش ان افيرتيسمون. لا هذيك هي ماشي تاع بطاقه صفراء، ماشي. ولكن على العموم هو حب يدي لاطاك رابيد. عنده دوز اتاكو، عنده شديره وعنده حمد الله ماهوش تاع لو جوار تاع لاطاك رابيد ثقيل، وان بيفو اللي تتكى عليه فقط، ما تقدرش تبني عليه لا ترانزيسيون. محطه ديرو بالنسبه للشديره مع لا ترانزيسيون، محطه ديرو بالنسبه للشديره مع لو جو تاعو لاغريسيفيتي تاعو والصحه تاعو ولوديه اللي يقدر يربى، كان يقدر يساعد اكثر ويدي الكره حتى في لو كون تاع البرتغال. وهذا هو ممكن السبب اللي خلى شديره يدخل اساسي. التغييرات الاخرين تكلمتوا عليهم وكان عندهم سبب. انا نظن شوف كما قال لك حسين، الاراده كانت فاصله لدرجه كبيره، واحد حاب يوصل لواحد المكان اللي ما جامي شافوه. لا حتى بدر نعطيك ايضا ندعم تحليلك بتصريح بونو، قال نحن هنا من اجل تغيير العقليه والتخلص من عقده النقص. هذا هو، لاعبين حابين يوصلوا لمكان جامي وصلوه، لازم تكون عندهم الاراده. اليوم انا بالك بالك من اول اليوم انا بالك من اول لقاء الكرواتيا لليوم ما شفتش المنتخب المغربي يلعب مع الجارديان تاعو في لو كون تاعو بريسينغ او تاع المنتخب البرتغالي ويلعب ان دو، يعطي الجارديان يعطي لاريا بدون ضغط. خلاص وصلوا واحد المستوى من الثقه وين يقدروا يلعبوا مع اي فريق وينافسوا اي فريق. المنتخب المغربي اليوم حتى يلعب دفاعيا الا انه يلعب بالامكانيات تاعو، ما يقدرش يلعب بامكانيات واحد اخرين. يكون يفتح ممكن المنتخب البرتغالي يقدر يسجل في اي لحظه، ولكن لعب بالامكانيات تاعي. تلعب بالامكانيات تاعك توصل للدومي فينال. دونك بلي يستاهلوا باش يوصلوا. محمد قاسي سعيد الركراكي يقول لك فوزنا ليس معجزه بل نتيجه عمل. في الجانب المقابل سونتوس يقول حزين للخساره لكن المغرب استحق الفوز اليوم. شوف لو تشوف المقابلات تاع المنتخب، من كل مقابلات خاصه المقابله تاع بلجيكا والاسبان والبرتغال. البرتغال نسخه اصليه. الركراكي عارف الامكانيات ديالو، عارف اللاعبين ديالو وين حاب يلحق بهم، خلى يعني مساحه كبيره للمنتخب البرتغالي. العب كما حبيت في المنطقه ديالك، حتى ال 30 متر ما خليكش تدخل. لما تشوف
المنظومه الدفاعيه تاع المنتخب المغربي من 30 متر الى الحارس بونو تقول كانه داخل في مش عارف مستحيل باش تدخل حيط تدخل حيط دار حيط بنى حيط وشفنا يعني حتى لما بنى الحيط هذاك كان مشى بلي كونتر اتاك سيرتو خاصه في الهدف الثاني اللي ضيعوا المهاجم. وزيد زياده على هذا الشيء هذايا عندك حارس كبير بونو اللي توج بجائزه رجل، انت اولى بها من. لا عندك حارس كبير، عندك حارس كبير، حارس عالمي اللي يعطي واحد الثقه كبيره للمدافعين ديالو. اليوم تشوف انت يغير تقريبا مزراوي ماهوش مدافع يعني ايسر، مش مدافع جا من المجهول، يعني ماهوش باي مدافع يلعب في بايرن دو ميونخ. اغراد هو ايضا كانت مدافع اللي يلعب في ويست هام على ما اظن، ويست هام وغيرهم يعني غيرهم لابد يغيرهم لانهم كانوا مبليسين تغيير اضطراري. واليوم يبقى برك انا عندي يعني ان بوان نوار وين القائد الفريق سايس اللي شفنا خرج يعني نظن باللي يعني اصابه عضليه تكون عضليه منذ مباراه اسبانيا خرج ايضا عاود جدت له الاصابه اللي راح تكون صعيب باش يولي في الدني فينال. نتمنى يسيبوه لانه هو كانت امبياس ميتراس في لا ديفونس ديالو. ولهذا انا بالنسبه لي والله لما تشوف المقابلات اللي داروها من المنتخب المغربي مع اسبانيا وبلجيكا ولا كرواسي نقول انايا ما فاجئونيش، فريق اللي عارف ونحب يروح والحق بالدمي فينال. نعم عمار كاين جانب اخر. البرتغاليون بعد نهايه المباراه كانت فيه تصريحات يعني بعضها لا محل له من الاعراب، مثل تصريح القائد واللاعب الكبير بيبي اللي جاي يلعب في العديد من الانديه العالميه، قائد منتخب البرتغال في غياب كريستيانو رونالدو. بيبي يقول عن حكم المباراه فاكوندو تيو الحكم الارجنتيني: غير مقبول ان يدير مباراتنا حكم ارجنتيني اليوم بعد ما حدث امس مع شكوى ليونيل ميسي. بعد ما رايته اليوم يمكنكم الان منح اللقب للارجنتين. هل الارجنتين هي من اقصت البرتغال اليوم؟ هل الحكم فاكوندو حقا هو من اقصى البرتغال اليوم؟ ام انه بيبي ربما تصريح مثل ما يقال سيدي ديكلاراسيون اشو؟ لكن حتى لما تكون تصريحاتك في سن 39 سنه، بيبي المعروف لما كان في ريال مدريد بخرجاته الغريبه واعتداءاته على اللاعبين، اليوم تصريحه اعتقد بانه ما دخل الارجنتين وميسي في مباراه خسرها البرتغال امام المغرب. في التصريح هذا نظن بلي كاين زوج حوايج. اولا اشو هذه من جهه واحده اخرى نظن بلي راح حب يبدل لو كون تاع هذاك لو ماتش اللي داروه، يبدل لو كون ولا نظره الناس ولا ضغط الجماهير لجهه واحده اخرى للحكم. الحكم نظن بلي اليوم دار مقابله لا باس بها، يعني ما كانش دي كونفلي في الماتش، ما كانش ان بينالتي ما تحسبش ولا دي كوفرون ما تحسبوش ولا العكس دي بينالتي تحسبوا للمغرب. ولا نظن بلي لقاء داروا الحكم بجداره وكان لاباس به المدى بعيد، كان فوق المتوسط وكان في بعض الاحيان جيد. نظن بلي التصريحات هذون ممكن يكونوا واحد سعفان من الخروج. حتى برونو فيرنانديز عمار بعد نهايه المباراه، برونو فيرنانديز اللي ما كانش في المباراه تقريبا حاضر، ما لم يخلق أي خطورة، يقول عن الحكم من غير المقبول عدم وجود حكام تصريحات يعني في هذا المستوى. لأول مرة نشاهدوا تصريحات من هذا النوع. يقول من غير المقبول عدم وجود حكام برتغاليين بينما يكون هنالك اليوم حكم أرجنتيني. يعني تصريحات غريبة جدا. نشوفوا هادو لاعبين يلعبوا في اعلى مستوى، واليوم الخساره هذه ما تحملوهاش. كيفاش منتخب افريقيا شمال افريقيا يفوز؟ يعني هل تلك النظره تاع طبيعه الحال واش قال الركراكي خرج في هذه المواقف؟ كاين لاعبين مثل هادو لاعبين في اعلى مستوى، ما تصغرش عقلك الى درجه انك تتهم التحكيم وتتهم اللاعبين ودخل الارجنتين في الوسط. صاحبهم داروا عليه كيفاش ما يدورش على الحكم. ميدو هادو بشر يخموا كيما تخمم انت ويلعبوا كي انا. نشوفوا دوكا كيفاش المنتخب المغربي اقصاهم واقصى المنتخب الاسباني لاعبين اللي يلعبوا في اعلى مستوى. نشوفوا يعني التصريحات هذه مجرد تصريحات لا شيء اخر، لان ما تنساش دوك الضغط راح يكون كبير عليهم في بلدهم. نعرفوا بلي البرتغاليين هما يعني يحبوا المنتخب تاعهم يآزروه دائما، وين فازوا
بالبطوله في 2016، ويعني من هذاك الوقت ما فازوا بحتى شيء. نشوفوا باللي الاقصاء تاعهم من طرف المنتخب المغربي اللي كان متمركز جيدا فوق الميدان. في الاندفاع البدني كان احسن من المنتخب البرتغالي. عدد الاخطاء اللي نشوفوا المنتخب المغربي ما ارتكبش يعني عدد اخطاء كبيره. كانت يعني اللاعب رقم 8 أناحي نعاودوا نتكلموا عليه ونتكلم عليه، اللي لاعب دار مباراة في مستوى جد عالي من ناحية استرجاع الكرة، من ناحية بناء اللعب. نشوفوا بلي أناحي لاعب يلعب يعني في مستوى جد عالي، والكرة هذه انصفت اليوم المنتخب اللي أعطى فوق الميدان. نعم، فرناندو سانتوس قاسي سعيد يقول بأنه غير نادم لعدم البدء بكريستيانو رونالدو. الفريق قدم أداء جيد للغاية ضد سويسرا بدون الظن. كريستيانو لاعب رائع وقد أشركنا في المباراة عندما احتجنا لذلك. لست نادما كليا لإبقاء كريستيانو في كرسي الاحتياط. وفي تصريح آخر سانتوس حول مستقبله يقول: سأسافر إلى لشبونة وأتحدث مع الرئيس لمناقشة مستقبلي. إذن هذا هو بشأن مستقبله. فرناندو سانتوس قال سيسافر إلى لشبونة للقاء رئيس الاتحاد، وحينها سيحدد مستقبله. قاسي سعيد، ألا ترى بأنه كان من الأعراف بعد كل هذه السنوات أن يقدم استقالته لأنه فشل بلاعبين من هذا المستوى، خرج في ربع النهائي أمام المغرب، وينضم إلى كل من تيتي، فونغال، مارتينيز، آدو، تاتا مارتينو، وكذلك لويس أوريكي الذي تمت إقالته. يعني سقوط العديد من الأسماء، يعني حوالي 6 مدربين استقالوا لحد الآن، 5 استقالوا و1 أقيل. ليبقى سانتوس مستقبله معلق في الهواء. هل تعتقد بأنه سانتوس سيواصل رفقة هذه المجموعة وعلى رأس منتخب البرتغال؟